مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. معاكم محمد مصطفى، والفيديو ده بخصوص التحويل من مكتب لمباشر بالنسبه لبرنامج اوبر وكريم. اي حد شغال تبع مكتب، الفيديو ده مهم جدا بحيث ان انت تعرف التحديثات الجديده اللي حصلت بالنسبه للناس اللي هي شغاله في المكاتب بالنسبه لبرنامج اوبر وكريم. اول بالنسبه لاوبر ان انت تحول من مكتب لمباشر، الموضوع ده الاول ما كانش ينفع، يعني اللي خلاص اللي كان سجل مكتب ما ينفعش يسجل مباشر تاني مع اوبر. وكنت طبعا بتدفع ال50 جنيه كل اسبوع، وبتاخد لو انت ليك فلوس عند الشركه بتاخدها عن طريق المكتب بتاعك. وطبعا الموضوع ده عمل مشكله كبيره جدا لما المكاتب اوبر بدات تلغي المكاتب، يعني مبقاش في مكاتب خلاص بتسجل من خلالها. ناس كتير قوي كانت بتقعد بقى ايه تسعى ورا صاحب المكتب علشان تاخد الفلوس بتاعتها كل اسبوع. فاوبر الاول عملت ايه؟ قالت لك خلاص انت ممكن تضيف في الحساب البنكي بتاعك او المحفظه بتاعتك وينزل لك فيها الفلوس كل اسبوع، بس برضو المكتب هياخد ال50 جنيه بتاعته. ده طبعا بسبب المشاكل اللي كانت بتحصل بالنسبه للناس اللي هي ما بتعرفش تاخد فلوسها من المكاتب اللي هي ايه سجلت من خلالها. دلوقتي بقى عندك اوبر لغت المكاتب خالص، يعني انت حتى لو مسجل تبع مكتب خلاص ما بقتش تبع مكتب وبقيت على طول مباشر مع اوبر. انت مسجل تبع مكتب، تابع صندوق الوارد عندك في الرسائل، هتلاقي جايب لك رساله بامكان استخدامك منصه اوبر بدون وسيط. هتدخل عليها، هتدوس على اول لينك، هتملى البيانات بتاعتك اللي هي الاسم بتاعك والرقم اللي انت مسجل بيه في اوبر والاكونت اللي انت مسجل بيه في اوبر. خلاص كده اوبر لغت موضوع المكاتب دوت، والناس كلها هتبقى مباشر، وقصه ال50 جنيه اللي انت بتدفعها كل اسبوع مش هيبقى فيه الكلام ده. حاجه كويسه خصوصا للناس اللي هي مسجله تبع مكتب وشغلها قليل، يعني هي ما بتشتغلش اوبر كتير وبيدفع ال50 جنيه كل اسبوع. فطبعا في ناس كتير متضايقه من الموضوع دوت. ليه ادفع 50 جنيه تبع مكتب وانا ما بستفادش من المكتب باي حاجه؟ ده كده بالنسبه لاوبر. نيجي بقى لكريم. كريم في الفتره اللي فاتت مكاتب كتيره جدا قفلت، وناس كانت شغاله تبع مكتب لما المكاتب ديت قفلت خلاص بقت مباشر على طول مع كريم. وناس تانية لسه المكاتب شغاله. عشان تعرف المكتب اللي انت مسجل من خلاله قفل ولا لا، بتدخل على بوابه الكابتن، بتجيب البيانات الشخصيه، هتلاقي عندك ايه ليمو اسم الشركه، ده اسم المكتب اللي انت سجلت من خلاله. لو انت لقيت اسم مكتب فعلا موجود يبقى انت كده لسه مكتب مش مباشر. اما لو انت لقيت ديليتد جنبها كده المكتب اللي انت سجلت من خلاله ده قفل، وانت كده مباشر على طول مع كريم. اما الجديد بقى اللي حصل من شركة كريم ان هي خفضت النسبة بتاعة المكتب او عمولة المكتب. فلو انت عملت ارباح اقل من 300 جنيه بتدفع عمولة 15 جنيه، اما لو انت عديت ال 300 جنيه بتدفع 30 جنيه. ودي طبعا احنا بنناشد شركة كريم في الموضوع ده ان هي بقى خلاص تلغي المكاتب خالص، خصوصا ان شغل كريم قليل، يعني معظم اللي شغال كريم مش شغال كريم بس، شغال برامج جنبيه. فهنفترض مثلا ان انا شغال كريم، يعني ايه باخد لي رحله رحلتين كل يوم وعملت 300 جنيه، ليه يتخصم منهم 30 جنيه؟ يعني لو كابتن شغال كريم بصفه مستمره كل يوم شغال على كريم بس وبيحقق منه دخل عالي، هنقول مثلا ال 30 جنيه مش هيفرقوا معاه. اما الناس اللي هي شغاله تطبيق كريم اضافيه مع بقيه البرامج، الموضوع ده هيضايقه جدا، لان انا مثلا بعمل لي رحلتين ثلاثه في اليوم على برنامج كريم، ليه تاخدوا مني 30 جنيه كل اسبوع؟ فتلاقيه بيقول لك ايه، طالما انا بعمل لي 300 جنيه مثلا بيتخصم منهم 30 جنيه، لا انا مش هفتح كريم اصلا وهفتح بقيه البرامج. من ابلكيشن كريم حاليا يعني يعتبر افضل تسعيره موجوده. فهو البرنامج مش مستاهل مننا ان احنا نوقعه. يعني دلوقتي العميل في برنامج كريم لما بيطلب بيلاقي الكباتن بعيد عنه، لان الكباتن قليله جدا شغاله كريم. لا احنا عايزين نبدا ان احنا كلنا نشغل برنامج كريم بحيث ان احنا نكون قريبين للعملاء والعملاء تبدا تطلب كريم، وده هيسند معانا بقيه البرامج دلوقتي اسعارها زي الزفت. فعلشان الكباتن كلها تبدا تفتح برنامج كريم، الكباتن بقى اللي مسجله عن طريق مكاتب وبيتاخد منها عموله كل شهر مش عاوزين بقى الكلام ده، عاوزينهم يلغوا العموله خالص بتاعتهم، بحيث ان احنا لما نيجي نفتح كريم انا هفتح حتى لو عملت رحله رحلتين على كريم فانا مش هتخصم مني عموله اخر الاسبوع. فهتبص تلاقي نفسك ايه بتشتغل بقلب جامد، خصوصا كمان ان كريم دلوقتي ايه فيها سحب اليومي. فانت دلوقتي حتى لو اشتغلت فيزا كتير على برنامج كريم هتقدر تسحب فلوسك يوميا، فالبرنامج برضو فيه مميزات كويسه. والله هنبقى نعمل فيديو كامل عن طريقه الشغل في برنامج كريم، وايه هي الاوقات اللي كريم بيشتغل فيها، لان اوقات كتيره جدا ناس بتقول لك انا بفتح كريم بالساعه او الساعتين ما بيجيليش رحلات. لازم تكون فاهم الاول سياسه التطبيق ماشيه ازاي عشان تعرف تشتغل عليه. كده اخر التحديثات اللي حصلت بالنسبه للمكاتب سواء برنامج اوبر او برنامج كريم.
هي خطوة كويسة من الشركات ديت. الواحد طبعا في ظل الظروف والاسعار ديت مش مستحمل 50 جنيه بتاعت المكتب، برضو مستنيين لسه يقللوا النسبة بتاعتهم شوية. يعني هو خطوة كويسة ان هم لغوا لنا المكاتب، محتاجين بقى النسبة بتاعتهم. يعني 25% اللي بتتاخد مننا دي برضو يعني ايه رقم كبير، محتاج حتى تبقى 15%. يعني شغل العروض اللي كل شوية بتنزل وبعد كده تختفي تاني والكلام ده كله، ننزل نشتغل اوبر عارفين ان اوبر نسبتها 15%، فانا هنزل اشتغل، ممكن ما افتحش اي برنامج تاني. بالنسبه برضو لبرنامج كريم نسبته مثلا لما تكون قليله هفتح اوبر وكريم ويرجع بقى الشغل زي الاول، رجع بقى الشغل زي الاول ونسيبنا بقى من الخطف في اندرايفر والاسعار اللي زي الزفت في ديدي والكلام ده كله. فانا بناشد اوبر وكريم بدايه كويسه ان انتوا تلغوا المكاتب، محتاجين بقى ان انتوا تقللوا النسبه بتاعتكم. تكون متابع كل جديد لازم تكون موجود معانا في جروب التليجرام. هسيب لك لينك الجروب في وصف الفيديو دوت وفي اول كومنت. ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولو انت استفدت من الفيديو ده دوس لايك كده مش هتخسر حاجه. السلام عليكم.